أهلا بيكم. كنت فاتح بنترست موقع الصور المشهور ولقيت صورة لتصميم بيت جميل أوي عجبني، حسيت إنه طالع من أفلام ديزني فحبيت أحوله لمجسم وأعرفكم الطريقة. يلا نشوف هنعمله إزاي. أول حاجة بدأت بألواح الفوم، تقدروا تستخدموا الكرتون، رسمت عليها الواجهة بتاعة البيت زي ما انتم شايفين كده التصميم. بعد كده هقطع الأجزاء اللي موجودة دي هتكون الواجهة بتاعة البيت. بعدين عملت نسخة عشان تكون الظهر بتاع البيت وقطعتها هي كمان. بعد كده فصلت الجزئين عن بعض، وكمان هقطع الأجزاء بتاعة الأبواب والشبابيك وما ترموهاش عشان هنحتاجها بعد كده. وعشان أعمل الحوائط الجانبية بتاعة البيت عاوز أعرف ارتفاعها، فبقيس الجزء اللي هو من بره ده في كل ناحية، طبعا ناحيتين مش قد بعض، وبعدين بقطعها وبعمل فيها شبابيك. وقبل ما أجمع القطع على بعضها لونتها كلها من الأجزاء الداخلية باللون الأسود عشان الشباك ما يبينش حاجة. بقى عندي القطع دي وهنبدأ بقى نجمعهم باستخدام مسدس الشمع، بلزق كل حيطة في الحيطة المناسبة ليها. والفكرة هنا بسيطة خالص، مجرد إن إحنا بنقيس الجدران ونقطع حتت بالحجم المناسب ليها. بنفس الطريقة برضو عملت السقف بتاع البيت الأول، لزقت قطعة والناحية التانية برضو قفلتها. البيت التاني بقى مختلف شوية لأن الحوائط بتاعته الجانبية فيها زاوية، فعشان كده عملت الجدران الجانبية على قطعتين، كل واحدة منهم هتاخد زاوية. وكمان عملت لهم الجزء اللي فوق بنفس الطريقة. نركنهم بقى على جنب عشان هنعمل الأبواب والشبابيك. هستخدم خشب البلسة، خشب سهل قوي في التقطيع. زي ما قلت لكم القطع اللي قطعنا منها الأبواب والشبابيك قبل كده هنسخها على الخشب وبعدين هقطعها. أجمل حاجة في الخشب ده إنه بيتقطع بسهولة جدا، عشان كده مميز في الأعمال الفنية. بعد ما قطعت حتة على قد البيت هستخدم شرايط من نفس الخشب وألزقها باستخدام السوبر جلو. ممكن نستخدم الغير الأبيض بس بتاخد وقت أطول شوية. هلزق القطع في بعضها بحيث إن يكون ما بينها ملي كده، يعني التصميم شكله كده، فحبيت أعمله بنفس الطريقة. هكمل الباب كله وبعد كده هقطع الزيادات، وزي ما انتم شايفين بيتقطع بسهولة جدا. وبعدين هعمل إطار حوالين الشباك الصغير ده من الخشب. قطعت القطع بزاوية 45 درجة كده عشان يبقى شكلها كويس. وأخيرا من حتة صغيرة خالص هعمل المعبد بتاع الباب. الباب التاني هعمله بطريقة مختلفة خالص، هستخدم الفوم الطري ده اسمه الاي في اي فوم، ده بيستخدموه في الأحذية. هقطع منه حتة على قد الباب وبعدين هقسمها بالنص. وكل قطعة من دول هحاول أقطع الطرف بتاعتها بزاوية 45 درجة. بمشي كده بمشرط حامي مرتين تلاتة بتتقطع معانا. هعملها من كل النواحي وهتطلع زي ما انتم شايفين كده، ما هياش ناعمة. عشان كده هستخدم أي صنفرة بتاعة الميني دريل أو صنفرة يدوية عادي لحد ما القطع بقى شكلها بالمنظر ده. بعد كده هلزقهم مكانهم. وعشان أعمل المقبض بتاع الباب ده استخدمت الدبوس بتاع الطرحة، الدبوس اللي راسه مدورة. هقطع الجزء الزيادة وبعد كده هثبته مكانه. أما الشبابيك بقى فهستخدم نفس الخشب برضو، عشان كنت رميت الأجزاء اللي قلت لكم ما ترموهاش قبل كده. اضطريت إن أحط حتة خشبة كده وأعلم الشباك. بعد كده قطعته ورسمت من جوه إطار، هخلي المستطيل اللي جوه ده. وبعدين بحتت رفيعة خالص من الخشب هعمل إطار خارجي على نص الشباك، هتشوفوا شكله دلوقتي. ده هيكون شكل الشبابيك كلها. هنعملها بقى كل شباك على حسب المقاس بتاعه. بدأت تلوين البيت اللي تحت بلون أزرق فاتح. أما البيت اللي فوق فهلونه بلون أورنج، والألوان طبعا اختياري بس أنا بحاول أمشي على التصميم يعني. الباب الأولاني لونته بلون أصفر فاتح، والباب التاني لونته بلون وردي. بعد ما الألوان نشفت عملت الإطار اللي حوالين الشباك في الباب الأولاني بلون أبيض. أما المقبض فلونته بلون فضي ميتاليك. وبرضه المقبض بتاع الباب التاني بنفس اللون فضي ميتاليك. أما الشبابيك فلونتها كلها بلون أبيض من كل النواحي. وكمان جبت شوية عصيان من بتاعة القهوة لونتها برضو باللون الأبيض، هنستخدمها بعد كده. عندنا القطعة اهي. قبل ما نجمعها بقى هعمل الإزاز بتاع الأبواب والشبابيك. استخدمت الفايل الشفاف ده اللي بتحط فيه الورق. قطعت الجزء اللي ورا باللون الأزرق. بعد كده هلزق عليه الأبواب والشبابيك وأقطع الزيادات دي بالمشرط عشان ده يبقى شكل الباب النهائي وده شكل الشبابيك. نبدأ بقى نجمعهم على بعض. هنحط كل حاجة في مكانها، وطبعا احنا قاطعينهم على المقاس بالظبط فالموضوع يبقى سهل ويتلزقوا بسهولة جدا. وكنت عاوز اعمل اطار حوالين الابواب والشبابيك، فاستخدمت الخشب اللي هو بتاع عصيان القهوه اللي قلت لكم هنستخدمه بعد شويه، كنت ملونه باللون الابيض. وبعد كده قصيته على حسب المقاسات بزاويه 45 كده عشان يبقى شكله كويس. هعمل كده حوالين كل الابواب والشبابيك. كده خلصنا القطعتين بتوع البيت. المفروض هنجمعهم على بعض بالطريقه دي. بس طبعا زي ما انتم شايفين مفيش قاعده، فعشان كده هنعمل قاعده للبيت اللي هيبقى فوق.
هاستخدم الخشب، أي نوع خشب موجود عندكم، وهاقطّع منه أجزاء بحجم مناسب. بعد كده هارصهم جنب بعض، وهاسويهم كده بمسطرة والّا بأي حاجة، وهاستخدم كمان قطعة عليها سوبر جلو والزقها بالعرض عشان تثبتهم مكانهم، هاضغط عليها كويس، هاعمل 2. بعد كده هالوّنه بلون بني فاتح، بني مصفر كده، وبعدين هاثبتها الشمع، هامسكها كويس لحد ما الشمع يلزق، وبعدين هاثبتها من تحت. كمان قطعت قطعتين خشب سميك شوية، وبعدين هاعملهم سنادات كده للقاعدة بتاعتنا، هي كده ثابتة من غيرهم بس هيدّوا شكل كويس. بعد كده هالزق البيت بقى مكانه وأوسطنه. باقي لنا بقى نضبّط السقف بتاع البيوت، هاستخدم البسكوت ده، ده اسمه الcake bar من ماركة اسمها 7 days. الورقة بتاعتها من جوّه زي ما أنتم شايفين كده هتلاقوها الورق المُعرّج ده، حجمها مناسب جدًا للأعمال الفنية. هانضّفها وبعد كده هاستخدم 3 بسكوتات عشان أعمل السقف الأولاني. السقف التاني هنعمله بطريقة مختلفة هتشوفوها بعد ثواني. هاقطّع حتت كده بالحجم المناسب لحد ما أغطّي السقف كلّه. أمّا التاني بقى فاستخدمت البلاستيك الشفاف ده، ما أعرفش كان بتاع إيه وكنت عاينه عندي، قطعت القطع اللي أنا عاوزها وبعدين عملتها بالحجم المناسب ولزقتها على السقف كلّه من الناحيتين. لوّنت السقف اللي تحت بلون رمادي، أمّا اللي فوق فلوّنته بلون وردي. وجِبت حتّة خشبة كده من اللي كنا ملونينهم قبل كده، كسرتها وهالزقها فوق السقف، وهاعمل كمان حتّة جنبها مجرد شكل، طبعًا إحنا هنا بنعمل شكل كرتوني. وعشان أعمل المدخنة كان عندي حتّة الأنبوبة البلاستيك دي عاينها من فترة، أنا متأكد إني كنت هاحتاجها، لوّنتها بلون أسود، وبعد ما نشف تمامًا شبّعته بلون فضي ميتاليك، وبعد كده هالزقها مكانها. وكده البيت بتاعنا خلص. ندخل بقى على القاعدة، استخدمت الفلين الأبيض حتّة دائرية، بعد كده علّمت المكان اللي هالزق فيه البيت وعملت سلِّم، مجرد إن أنا باقطّع بس، مش عاوز بقى أطوّل عليكم وقت الفيديو، الحاجات دي بسيطة خالص. المهم هاغطّي الفلين ده لإنه طبعًا ضعيف، هاغطّيه بطبقة من المعجون بتاع الخشب. بعد ما نشفت ده كان المنظر بتاعها، وبعدين هالوّنها بالدرجات مختلفة من اللون البني، هاحطهم جنب بعض كده عشان يدّوني لون طبيعي. بعد كده هاضيف الحشايش والنجيلة، استخدمت الغيرة الأبيض وحطيته بشكل عشوائي، وهاستخدم جهاز الحشايش اللي صنعته قبل كده على القناة، هتلاقوا الفيديو موجود عندكم في الجنب، جهاز ممتاز أوي لأي حد عاوز يعمل أعمال فنية. بعد ما خلّصت نفّضت كده النجيلة اللي ما لزقتش، وبعدين ده كان وقت مناسب إن إحنا نلزق بقى البيت أخيرًا. هالزق البيت الشمع، هاثبّته كويس، وبعدين عشان أعمل الشجيرات الصغيرة هاستخدم بودرة الشجر والورد اللي صنعناها قبل كده على القناة، هاحطها كده جنب البيت عشان تداري الشمع ده وعشان تسد أي فراغات، وكمان هاوزّع منها شوية على النجيلة عشان تمثّل الشجيرات. عشان ألزقها في بعضها استخدمت غيرة أبيض متخفف بيه المَيّة بنسبة 3:1 وفيه شوية كحول، وكنت عملت سلم من الخشب ولوّنته بطريقة سهلة خالص شرحته قبل كده في فيديوهات. بعد كده هاثبّته مكانه، وكمان عملت الصندوق بتاع البريد ده برضه بطريقة بسيطة خالص وهاثبّته مكانه. وأخيرًا هاستخدم الخشب بتاع الآيس كريم لوّنته بنفس اللون البني، هاقطّع منه أجزاء مناسبة وهالزقه كده حوالين البيت على أساس النسور، فتحت فتحات صغيرة في القاعدة بالمشرط، وبعد كده ثبّته مكانه وكده خلّصت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ولو حابين تدعموني اعملوا شير مع أصحابكم اللي حابين يتعلموا النوع ده من الأعمال الفنية. إن شاء الله في أعمال كتيرة جاية على القناة هتنبهروا بيها وهتستفيدوا منها جدًا. سلام.